في فيديو النهاردة هاخدكم معايا في زيارتي لسفينة لوجوس هوب. دي سفينة فيها أكبر مكتبة عائمة في العالم. هي موجودة دلوقتي في بورسعيد، وكانت موجودة قبل كده سنة 2010، ودي زيارتهم التانية في مصر. هنشوف بقى مع بعض السفينة من جوه فيها ايه. انا صورتها كلها، ان شاء الله الجولة تعجبكم جدا. هما موجودين هنا في بورسعيد قدام تمثال ديليسيبس. ندخل مع بعض بقى، وهي بنقطع تذكرة وبعدين بندخل من الممر ده. دلوقتي بقى ان شاء الله هوريكم. اول حاجه احنا لما بندخل بندخل قاعه كده بيكلمونا فيها ويقولوا يشرحوا لنا السفينه من جوه موجوده فيها ايه. دي كانت اول ما ندخل صورتها لكم بقى، واسمعوا هما بيقولوا التفاصيل بتاعه المركب او السفينه اهلا بيكم من في جوه علامات فيها ايه. سفينة لوجوس هوب، اكبر معرض كتاب عائم في العالم. احنا بنبدأ دلوقتي من اللايف بوت اللي احنا فيه دلوقتي، وهندخل على البوك فير، معرض الكتب. In the center of the book fair, we have information desk. You can ask for any books of particular books that you want to look for. في نص المعرض هتلاقي فيه انفورميشن ديسك ينفع تسأل عليه على اي كتاب انت عايز تسأل عليه. Here we have a special pricing system. It is in units. 100 units is equal to 60 Egyptian pound. هنا احنا عندنا نظام مختلف في الدفع، عبارة عن وحدات، مش الحاجات مش متسعرة بالجنيه، فال100 وحدة بتساوي 60 جنيه، وفي جدول جوه بيقول لك الوحدة بتساوي كام. We also accept credit cards but not debit cards. كمان بنقبل الفيزا والكريدت كارد، لكن الديبت كارد مش مقبول. After the cash desk, you have a discounted area where you can buy the blue bag here at 300 Egyptian pound, and you can choose any two books in the discounted area for free. بعد منطقة الكاش ديسك اللي بندفع عندها في منطقة الديسكاونت، دي ينفع نشتري فيها الشنطة دي 300 جنيه، وينفع ناخد منها أي كتابين كبار فور فري، مش بندفع عليهم فلوس تانية. After discounted area, you have the Journey of Life. After Journey of Life, the small theater and the international cafe where you can enjoy with your family. بعد الديسكاونت الاريا دي بيكون في الجورني اوف لايف، دي عبارة عن قصة بتتحكي، وفي بعدها السمول ثياتر، مسرح صغير بيكون فيه مزيكا واحيانا حاجات بتتعرض، وفي الاخر الاي كافيه ينفع تشتري منه بوب كورن او بيبسي او اي مشروبات تحبوها. اتحركوا، بس ينفع نتحرك من ورا لقدام. ودلوقتي بقى بعد ما سمعنا المقدمة بتاعت محتويات السفينة وأسعار الكتب، دلوقتي بقى احنا دخلنا ونتفرج على الكتب، وهي مش كتب بس، في كمان هدايا تذكارية ممكن نشتريها، وبتتحسب بالمية وحدة ب60 جنيه، وكل حاجة مكتوب عليها سعرها. وهوريكم دلوقتي برضو الحاجات اللي انا صورتها لكم، وحاجات برضو مكتوب عليها تفاصيل الأسعار، وكل بقى الكتب اللي هناك. خدت لكم جولة كده اوريكم بعض الكتب اللي كانت معروضة هناك. في كتب للأطفال، وفي كتب في الإنجليزي تعليم اللغة، وكذا لغة، والماليزية هيت اهو، والبرتغالية كمان. وهنا بقى كتب للطفل والتغذية. في كتب في محتويات عديدة، وكان في ناس هناك كتير قوي بيزوروا بقى السفينة. هي دلوقتي موجودة. طبعا دلوقتي هي موجودة لحد آخر شهر 12 تقريبا، لحد آخر شهر 12. وهنا بقى كان في شنط كمان صورتها لكم. هي الخامة بتاعتها حلوة برضو، وده شكلهم كده، ممكن ناخدها برضو تذكار من السفينة. وفي برضو دلوقتي هصور لكم مجات وحاجات كتير قوي، لعب أطفال ودبابيس كده، حاجات كده تذكارية هتعجبكم، وكبات. ودي طبعا بقى كتب اللي كانت موجودة برضو هناك، في بالانجليزي وفي بالعربي. والسفينة كبيرة قوي، وفي اماكن كمان للاكل والتصوير، ناخد فيها صور تذكارية حلوة قوي. هنا كتب لتعليم الطبخ، وهنا كتب في علم التغذية.
وهنا بقى ده شباك السفينة، ودي المية، مية القناة في بحر بورسعيد. منظر حلو قوي سبحان الله، حبيت اصورها لكم. دوت كده من شباك السفينة. وهنا بقى كان في لعب اطفال. وهنا كور برضو. دي كانت الواحدة ب60 جنيه، بس الخامة بتاعتها حلوة وناعمة، والقطيفة بتاعتها يعني الخامة بتاعتها نظيفة. هنا بقى يا جماعة كان في بيحكوا قصص في هنا، وناخد صور تذكارية في الأماكن دي جوه السفينة. وفي كمان أجانب بيصورونا وياخدوا لنا الصور التذكارية ديت. ويعني هم على السفينة بيعملوا كده فور فري، بياخدوا لنا صور تذكارية بالموبايلات بتاعتنا احنا، او بالحاجة اللي احنا بنصور بيها احنا، سواء كاميرا او موبايل بتاعنا. وهنا برضو كان في حاجات تذكارية نشتريها، ديت ميداليات واكسسوارات. ده شكلهم كده صورتها. وهنا بقى المجات. المج ده هو مكتوب عليه لوجو سوب رمز السفينة. ده كان سعره برضو 60 جنيه، ومرسوم عليه السفينة برضو. يعني دي تعتبر هدايا تذكارية بقى. وهنا برضو كان في دبابيس البروشات ديت مكتوب عليها اسم السفينة واللوجو بتاعها. هنا بقى كان في برضو مذكرات وكتب بس. وديت كانت السفينة كلها من جوه، واحنا بقى طالعين ده كان منظر. بيبقى فيه اتوبيسات بتطلعنا على الطريق تبعهم برضو. بس وكانت رحلتنا النهاردة ان شاء الله، يا رب تكون عجبتكم وعجبكم الفيديو بتاع النهاردة. وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد، واستمتعوا بقى بمنظر البحر والسفينة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وشكرا لكم حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.